السلام عليكم. النهارده هنعمل معانا محشي. انا عندي الصلصه يا جماعه مفرزاها في الفريزر. ابتدي احط حله على النار وانزلها. رمضان يعني محشي يا جماعه، لازم الواحد يعمل محشي. كده انا اغطيها معايا نار الميه كده مولعه على النار. الصيام بقى مقصر كده. ابتدي اور الكرنبه كده. اول ما الميه تبتدي ان هي تغلي هنزل بملح ابيض وانزل بالكرنبره. معايا كده فريك هحشي بيه فرخه. انا كده غسلته وحطيت عليه معلقه سمنه بلدي. ابتدي ان انا اقلبه واحط حوالي ربع كوبايه ميه. ابتدي ان انا اغطيه كده. الميه غلت، هنزل بالكرنبايه كده مقلوبه على وشها. وبعد كده اعدلها واطلع ورقه ورقه، الف الكرنبايه كده واطلع من الجنب ده، الف كده واطلع ورقه من هنا. انا مطلعاه مش مستوي قوي عشان خاطر واحنا بنحطه على بعضه كده بيستوي اكتر. كده معايا الفريك، معايا كده بصلايه 4 على الكبه وهريسه معلقه توم كمون فلفل كزبره. وهحط نفس التوابل على وماجي احط نفس التوابل على الفريك. وهاخد كده معلقتين خلطه كده. ابتدي ان انا ادعكهم كده عشان ريحه البصل وطعمها تطلع. احط كده حوالي معلقتين 3 على الفريك. ابتدي ان انا احشي كده الفرخه من تحت الجلد عشان عندي الاولاد بيحبوا الخلطه كتير قوي. كده خلاص. حط معلقه صويا صوص، دبس رمان، معلقه زيت، شويه فلفل اسود. وابتدي ان انا ادهن الوش. انا هسويها في الفرن الكهربائي يا جماعه اللي هو الميكرويف. ادهنها كده عشان لما تحمر تبقى لونها حلو قوي. كده انا معايا الكيس الحراري. انا هسويها بدون اي نقطه ميه، هي تسوي نفسها والفريك اللي من جوه يستوي كل حاجه. ابتدي ادهنها من ورا كده، انزل بالكيس الحراري في نفس الصينيه دي. اعمل كده فتحتين بالسكينه واقفل الكيس واحطها كده في الفرن الكهربائي. واعملها كده على درجه حراره 150. وابتدي ان انا اقطع ورق الكرنب، ارص كده بالكام ورقه، اشيل العروش دي كام ورقه على بعض كده. بعد كده افردهم كده واقطع بقى الصباع اللي هي ايه العرض المناسب ليا. بالطول كده. بعد كده هرصهم على بعض واقطع بالعرض. الشكل ده كده. كده خلاص الصلصه خلاص فكت. حطيت معلقه هريسه، معلقه فلفل اسود، كمون وكزبره. هحط بقى بابريكا وشطه وكده. انزل بالرز. انا لو عوزت صلصه يعني لقيت الرز محتاج صلصه هحط له تاني. كده خلاص انا خدته تقليبه بس خفيفه كده على النار في السريع كده. انا هعمله في الصينيه يا جماعه. ابتدي ان انا الف كده. الف معاكم كام صباع تاني. كده خلاص خلصت. ترش رشه شطه كده من فوق عشان احنا بنحبه مشطشط. ورش بابريكا.
معلقه صلصه كده من على الوش. كده هنعمل النهارده مع الكرنب كده هعمل فلفل برضو. فلفل يا جماعه بيبقى طعمه حلو قوي. كده انا خلاص خلصته. اعمل طماطم شرايح. الطماطم المخلله دي بتبقى تحفه يا جماعه، لما تحط لها هريسه وثوم وليمون وتوابل تبقى طعمها حلو قوي. انتوا مخلينها كده. واديها رشه كزبره كده خضرا، خلي الشكل حلو والطعم جميل. كده خلاص. كده انا هحط الشوربه للمحشي. احط لها مرقه دجاج. الشوربه بتبقى باينه كده بسيط يا جماعه. والفلفل برضو. خرط الملوخيه، نزلت في الشوربه. كده الفرخه طلعت يا جماعه، انا مش قادره اقول لكم زي الزبده يعني. بصوا من غير نقطه ميه واستوت. بصوا الفريك اللي انا حطاه والخلطه طعمها تحفه يا جماعه، ومتحمره حتى من تحت الفريك. يعني بصي الجلده كده اتشالت من فوق بس من تحت محمره. وادي المحشي اهو. كده اشيل العروش دي اللي انا حطاها من فوق. مستوي كل حاجه. والهنا والشفا. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناه.